السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هنعمل حلويات العيد بأقل التكاليف، هتكون اقتصادية إن شاء الله وطريقة سهلة جدا. هنعمل تورتاية للعيد نفرح بيها ولادنا، أو جاتوه شاتوه بطريقة سهلة جدا، ومقادير إن شاء الله تكون موجودة في كل بيت. يلا نشوف المقادير. معايا كوباية من الزيت وكوباية من الدقيق منخولة، كوباية دقيق عليها معلقة بيكنج باودر ورشة ملح. هنخل الدقيق. ومعايا كوباية من الحليب اللي هو اللبن وفانيليا و2 بيضة ونص كوباية من الكاكاو الخام وكوباية من السكر. اول حاجة هجيب بولة هضيف فيها الدقيق وعليه معلقة من البيكنج باودر. الدقيق لازم يكون منخول، لو عايزة الكيكة تكون هشة وجميلة معاكي لازم يكون الدقيق منخول مرة و2. هجيب الخلاط، هضيف ايه بقى في الخلاط؟ الاول الزيت، هضرب في الخلاط الزيت، كوباية الزيت وكوباية السكر ونص كوباية الكاكاو. انا عايزة اعمل الخليط في الاول زي الشوكولاتة كده قبل ما اضيف البيض. وهضيف شوية من اللبن حوالي 3/4 كده، وهسيب ربع في الاخر، وهحط عليهم كيس فانيليا. بعد ما ضربت الخليط ده في الخلاط هاخد منه كوباية الا ربع لتزيين الكيك في الاخر خالص. هاخد الكوباية دي وادخلها التلاجة. ده صوص شوكولاتة اقتصادي وحلو جدا، بنزين بالكيك بيبقى ريحته كده زي الشوكولاتة، ولكن النوع الكاكاو لو كويس معاكي جدا هيدي معاكي ريحة حلوة وطعم حلو. وكمان نوع الزيت يكون زيت لونه فاتح وريحته حلوة، يبقى نوع الكاكاو مهم جدا في الصوص، بيدي ريحة الشوكولاتة. هجيب بقى بقية الخليط اللي معايا في الخلاط، هضيف الاتنين البيض وبقية اللبن، وهضيف الدقيق، واضرب كله مع بعض في الخلاط تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لازم يكون الفرن ساخن مسبقا من قبلها. هتاخد معانا في الفرن حوالي تلت ساعة، او يعني حسب الفرن بتاعك. اهم حاجة يكون ساخن، وبتراقبيها وبتختبريها بخلة في الاخر. خدي بالك وراقبي الفرن. ماشي. بعد بقى كده، بعد ما ندخلها الفرن وقعدت حوالي تلت ساعة او يعني حاجة وعشرين دقيقة، اهم حاجة تراقبي الفرن، ما تسيبيش الكيك في الفرن وتروحي تعملي حاجة. بعد ما طلعت معانا اهي، شلت ورقة الزبدة، كانت كيك هش وسفنجي وجميل جدا. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200. شايفين بقى الجمال؟ هنزينها بقى. زي تسقي الكيك ده لا اما بحليب او لبن او بكمبوت الفواكه اللي هو الشربات اللي بيكون في الكمبوت، او بعسل، او شربات بتاع الحلويات يكون خفيف، او معلقة عسل نحل وتدوبيها في شوية مية. المهم ان الكيك لما بيتسقي بيبقى طعمه تحفة جدا. طلعنا بقى صوص الشوكولاتة الاقتصادي، وهنزين بيه التورتاية بتاعتنا البسيطة الجميلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. يعني اجمل من كده مفيش. وفرحنا ولادنا بحاجة بسيطة من صنع ايدينا في البيت. يعني احنا امهات ليه يا جماعة؟ علشان نبسط اولادنا بالحاجة اللي بنعملها في البيت. وكمان بتبقى كمان الام بتستمتع بالحاجة اللي بتعملها، وخصوصا بقى لو الحاجة طلعت حلوة معاكي بتبقي مبسوطة جدا. طبعا عايزة اقول لكم طعمها كان تحفة تحفة. شفتوا بقى كوباية دقيق، معلقة كبيرة من يعني معلقة كده ممسوحة من البيكنج باودر ورشة ملح، نص كوباية كاكاو خام، كوباية زيت، كوباية حليب و2 بيضة وفانيليا.
شفت بقى المقادير. والتزيين بقى حسب ما انتي بتحبي، يعني التزيين ده حسب اللي موجود عندك. عايزة تضيفي شرايح فراولة، شرايح موز، شوية جوز هند، شوية مكسرات، زي ما تحبي. كان عندي بقى كومبوت اناناس حلوة قوي، وريحته حلوة قوي، عشان كده انا احس ان هي تورتايه بجد. آه كنت بحاول كده ان انا يعني اتخيل انها متقسمة قدامي كده، علشان ايه، احط كل شريحة كده على قطعة من التورته او الجاتو. يعني هي دي وصفة جاتو شاتو، بس احنا خليناها كده على شكل تورتايه بسيطة. شايفين بقى الصوص وجماله نازل كده من الجوانب وشكلها حلو قوي. يا رب يكون الوصفة دي عجبتكم، وعايزة اقول لكم طعمها حلو حلو قوي بجد. لو عندك ضيوف اي حاجة يعني اعملها في البيت بالطريقة دي، وطريقة سهلة وبسيطة. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في وصفات اقتصادية وسهلة وبسيطة ان شاء الله كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد عليكم جميعا. يلا بقى خدي قطعة جاتو جنب فنجان القهوة، وبالهنا والشفا على قلوبكم جميعا.